السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة والبكالوريا، أهلا بيكم في أول حلقات التأسيس والتراكمي. خلي بالك هو الماس أصلا مادة تراكمية بطبعها يعني، فأنت في حاجات قديمة لازم تكون عارفها كويس جدا، وفي حاجات زخانيق صغيرة كده ممكن يسأل فيها، لو أنت عرفتها سؤالك يبقى سهل جدا. تمام؟ فأنا عملت السلسلة دي إن شاء الله عشان تفيدك وتفكرك بكل القديم. يلا بينا نبدأ الحلقة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا هكلمك دلوقتي عن اريا التراينجل. زيك زي اي طالب خارج من كي جي 1 هيقول لي هاف تايمز بيس تايمز هايت. يا ابني يا حبيبي، هو ده القانون الوحيد اللي انت خدته الاريا تراينجل؟ تعال نشوف. لو انت عندك تراينجل زي ده طبعا اسمه هايت. اي خط نازل بيربنديكولار على البيز اسمه هايت. اي خط نازل بيربنديكولار على البيز اسمه هايت. فلو انا قلت لك ان البيز اللي تحت دي 5 سنتيمتر والهايت بتاعنا 4 سنتيمتر، كده حضرتك معاك بيز ومعاك هايت، يبقى انت كده في كي جي 2. يبقى الاريا بتاعتنا ايه؟ هاف تايمز بيز تايمز هايت، يبقى هاف تايمز 5 تايمز 4. يبقى انت كده جبت الاريا مظبوط مليون في المية. طب لو انت عندك رسمه زي دي، عندك تراينجل كده، اديتك هنا 8 سنتيمتر وهنا مثلا 5 سنتيمتر، وقلت لك يا باشا هات الاريا. لغايه دلوقتي المفروض قانون كي جي 1 ما يمشيش. تمام؟ واحد قال لي يا مستر طب ما هاف باي 8 باي 5 وخلاص. يا عم وانت بتتكلم في ايه؟ هو اي كلام؟ هو اي حاجه؟ لا طبعا. بس في حاجه تاني، لو انا اديتها لك هتعرف تجيب الاريا من غير الهايت. هتعرف تجيب الاريا من غير الايه؟ الهايت. لو اديتك الانجل ما بين التو سايدز دول، لو انا اديتك الانجل ما بين التو سايدز اللي انت عارفهم، يبقى انت تعرف تجيب الاريا بأني قانون بقى؟ هاف التو سايدز ملتبلاي ساين الانكلودد انجل. تمام كده؟ يبقى انا ما عنديش مشكله تنازل عن الهايت، بس حضرتك يا مستر هتديني تو سايدز والانجل اللي ما بينهم. تو سايدز والايه؟ والانجل اللي ما بينهم. ساعتها يبقى القانون ايه بقى؟ هاف ملتبلاي اني برودكت اوف اني تو سايدز ملتبلاي ساين الانكلودد انجل. ده قانون مهم جدا جدا جدا، درسناه في اولى ثانوي. يبقى عندك قانون بتاع كي جي 2 او كي جي 1، هاف تايمز بيز تايمز هايت. الكلام ده لو في بيز وهايت. تمام؟ انما لو معاك تو سايدز والانجل اللي ما بينهم، تو سايدز والانجل اللي ما بينهم، يبقى هاف التو سايدز تايمز بعض ملتبلاي ساين الانكلودد انجل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب لو انا جبت لك رسمه زي دي، ده رايت انجل تراينجل، وقلت لك ان السايد ده ب 8 والسايد ده ب 10، وقلت لك هات الاريا. يا مستر يا مستر، يعني انت يوم ما تديني البيز ما تدينيش الهايت اللي نازل عليها، ولما تديني تو سايدز ما تدينيش الانجل اللي ما بينهم. طب انا اتصرف ازاي؟ يا عم الحاج، هو جدك بايثاغورس اثر معاك في حاجه؟ ما انت طالما عندك رايت انجل تراينجل عارف تو سايدز، تعرف تجيب السايد الثالث طبعا. تمام كده؟ يبقى لو التراينجل ده اسمه اي بي سي، يبقى حضرتك هتجيب الاي بي روت 10 باور 2 ماينس 8 باور 2 يطلع 6 سنتيمتر. يبقى حضرتك عرفت ان ده ب 6. يبقى انت هنا ليك مطلق الحريه، يا تشتغل هاف تايمز بيز تايمز هايت لان انا معايا بيز ومعايا هايت، يا اما تشتغل بالقانون ده بس ساين 90 اللي ما بينهم الاثنين دول، الانجل ما بينهم 90، ساين ال 90 كده كده ب 1، يبقى هو القانون هيبقى ايه؟ هاف تايمز 8 تايمز 6. والله عايز تكتب ساين 90 كده كده ب 1. تمام كده؟ زي الفل. طب هل دول القانونين الوحيدين اللي بيجيبوا اريا التراينجل؟ قال لك لا، استنى، في قانون تاني عمك هيرون هو اللي قاله. ايه هو بقى؟ قال لك بص، لو انت معاك الثري سايدز كلهم مش عايز ولا انجل، لو انت معاك الثري ايه؟ الثري سايدز كلهم، قال لك الاريا هتساوي ايه؟ قال لك الاريا هتساوي لو الثلاث سايدات معاك روت كبير، روت كبير، هتكتب اس لوحدها، اس وحيده، بعد كده اس ماينس السايد الاول، اس ماينس السايد الثاني، اس ماينس السايد الثالث. طب مين يا مستر الاس دي اصلا؟ قال لك الاس هي هاف البريمتر. الاس هي ايه؟ نص البريمتر. حضرتك هتجيب البريمتر اللي هو 12 بلس 9 بلس 7. الكلام ده هيطلع كام؟ هيطلع 28. نص ال 28 كام؟ 14. يبقى انا كده عرفت الاس خلاص. يبقى الاريا هتبقى ايه؟ 14 لوحدها، بعد كده 14 ماينس 9، 14 ماينس 7، 14 ماينس 12، يبقى ده يطلع لك ايه؟ اريا التراينجل. ده قانون تاني لو معاك الثري سايدز. يبقى انا كده معايا قانون كي جي 2 اللي هو هاف تايمز بيس تايمز هايت لو انا معايا الاثنين، يا اما لو معاك سايدين وانجل يبقى هاف السايدين في الساين الانكلودد انجل، يا اما لو معاك الثري سايدز يبقى بتاع الاس اللي هو كان اللي اكتشف الرول ده عالم اسمه هيرون. تمام كده؟ زي الفل. في واحده رابعه بقى للناس بتاعت ثانويه عامه، بس دي لسه هناخدها السنه دي، مش هجيب لك سيرتها دلوقتي خالص لان انت ما تعرفش يعني ايه كروس برودكت، لسه هتعرفه معايا ان شاء الله في السوليد. حلو الكلام يا شباب؟ زي الفل لغايه دلوقتي. يبقى في 3 قوانين للاريا مهمين قوي 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 تبقى عارفهم. تمام كده؟ هاف بيس في هايت، هاف سايدين في ساين الانجل اللي ما بينهم، وطبعا القانون بتاع الاس اللي هو هاف البريمتر. تمام كده؟ اس لوحدها وثلاث براكتات جنبها، اس ماينس الاول، اس ماينس الثاني، اس ماينس الثالث. جميل جدا. طيب دي طبعا قلنا لسه هناخدها السنه دي في ثانويه عامه.
حلو الكلام. طب يلا بينا نفرق ما بين 3 حاجات، ده مثلث وده مثلث وده مثلث. حلو. بص بقى الخط ده اسمه ايه يا باشا؟ قلنا اي خط بينزل بيربنديكولار اسمه ايوه هايت. طب اللي بينزل للميد بوينت، اللي بيتارجت الميد بوينت، مش هنزل يا سيدي بيربنديكولار، بس انا هنزل على الميد بوينت، هنزل على الايه؟ على الميد بوينت، ده اسمه ايه؟ واللي بيقسم الانجل اللي فوق اسمه ايه؟ على فكره مش شرط اللي بيقسم الانجل يبقى بيقسم البيز، لا خالص، طالما السايدين دول مختلفين. الكلام ده في الايسوسيلس هنقوله كمان شويه، تمام؟ انما دلوقتي ان جنرال لو انت عندك مثلث السايدين دول ديفرنت، يعني السايد ده والسايد ده مختلفين في اللينس، يبقى الهايت حاجه، الميديان حاجه، الانجل بايسكتور حاجه. قلنا ده اسمه هايت، ده اسمه ميديان، اللي بيروح للميد بوينت اسمه ميديان، تمام كده؟ واللي بيقسم الانجل والله هو اسمه انجل بايسكتور، هو اسمه ايه؟ انجل بايسكتور. جميل جدا. امتى بقى الثلاثه دول يبقوا واحد؟ قال لك الثلاثه دول هيبقوا واحد في حاله الايسوسيلس تراينجل. يبقى الايسوسيلس تراينجل اهو، لو انت نزلت هايت والله هتلاقيه ميديان، هتلاقيه بيقسم البيز اللي تحت نصين، وفي نفس الوقت هتلاقيه بيقسم الايه؟ الفيرتكس انجل. يبقى الخط ده عامل 3 مهام في مهمه واحده، ده 3 في 1، هايت، ميديان، وانجل ايه؟ وانجل بايسكتور. ده لما يكون ايه؟ ايسوسيلس تراينجل، الخط اللي نازل من الفيرتكس انجل، الخط اللي نازل منين؟ من الفيرتكس انجل، تمام؟ انما غير كده يا شباب، غير كده يا شباب، لو التراينجل ده مش ايسوسيلس، يعني الخطين دول ديفرنت، يبقى الهايت حاجه، الميديان حاجه، الانجل بايسكتور حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه ايه؟ خالص، تمام كده؟ زي الفل. نروح بعد كده بقى يا شباب للميديانز تفصيلا. اي تراينجل في الدنيا، اي تراينجل في الدنيا زي اللي انت شايفه قدامك ده، بيبقى عنده 3 ميديانز، من كل فيرتكس هينزل ميديان، يعني من الفيرتكس ايه لغايه الميد بوينت هنا، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ميديان. ومن البي لغايه الميد بوينت اللي هنا اسمه برضو ايه؟ ميديان. ومن السي لغايه الميد بوينت اللي هنا اسمه ايه؟ ميديان. الثلاثه ميديان دول بيتقابلوا في نقطه واحده، الثلاثه ميديان اللي هو الاي دي والبي اي والسي اف بيتقابلوا في نقطه واحده اللي احنا سميناها ايه بقى؟ اللي احنا سميناها السنترويد بتاع تراينجل، سنترويد اوف ذا تراينجل، تمام كده؟ يبقى الام مثلا انا سميتها هنا ام، يبقى الام از ذا سنترويد اوف ذا تراينجل. طب الام دي بتعمل ايه بقى؟ قال لك الام divides each median by the ratio 1 to 2 from the base. يعني ايه؟ الميديان الاحمر اللي قدامك ده الام قسمته حتتين، بس حته صغيره وحته ايه؟ كبيره شويه، تمام كده؟ قال لك الحته اللي ناحيه البيز لو هي 1 يبقى الكبيره 2، ونفس الكلام على الاخضر، هنا 1 يبقى هنا 2، والازرق هنا مثلا 1 يبقى هنا 2. 1 to 2 مش لازم 1 سم و2 سم، يعني اقصد النص، يعني لو دي 3 سم تبقى دي 6، لو دي 2 تبقى دي 4، لو دي مثلا 5 يبقى دي 10 and so on. يبقى 1 to 2 from the base او 2 to 1 from the ايه؟ from the vertex. كلام احنا قلناه زمان ومعروف كويس جدا. حلو قوي. يعني تعالى بقى، يعني لو الام دي اسمها ال يبقى الاي ام هتبقى 2 ال. طب مثلا لو الام اي اسمها اكس هتبقى البي ام طبعا 2 اكس. هديك اكزامبل بسيط كده. لو الاي دي ايكوال 12 سم، الاي دي اللي هو الميديان كله، الميديان كله 12، تعرف تقول لي ال 12 دي هتتقسم كام وكام؟ ايوه، انا شايف طالما معايا الميديان كله، طالما معايا الميديان كله، يبقى دي تلت ودي تلتين، الصغيره التلت والكبيره التلتين. يعني هو هنا عايز مين؟ عايز الاي ام، الاي ام دي بقى دي الكبيره، يبقى تلتين ال 12، يبقى تلتين الايه؟ ال 12 تطلع معانا كام؟ 8، وطبعا الصغيره تبقى 4، تمام كده؟ طب مثلا واحده كمان، لو انا مديك الميديان اللي هو السي اف، السي اف كله 9، يبقى الاف ام الصغيره دي، قلنا الصغيره بتبقى التلت، قلنا الصغيره التلت والكبيره التلتين. الكلام ده لما يكون معايا الميديان كله، الكلام ده لما يكون معايا الميديان ايه؟ كله. يبقى الصغيره هنا هتبقى تلت ال 9، وطبعا تلت ال 9 تبقى كام؟ تبقى 3 سنتيمتر. زي الفل. لغايه هنا يبقى خلصت الحلقه الاولى من حلقات التاسيس. استنوني في الحلقه اللي جايه. شكرا يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.